والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير كلكم وبصحة وسعادة يا رب العالمين. مساء السكر، مساء السعادة، مساء كل حاجة حلوة عليكم. اهم حاجة في الفيديو دوت تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتحطوا له اللايك بتاعي منكم فضلا وليس امرا. في الفيديو دوت بقى طبعا ماما هتعمل لكم زي ما انتم شايفين كده، بتنضف الكرنب. هتعمل محشي النهارده. هي اول حاجه هتعملها بالصلاه على النبي كده، صلوا كده على النبي في قلبكم. جابت الكرنبيتين وهتسلقهم طبعا زي اي سلي، وانا كنت قايله في فيديوهات قبل كده ان السليق عادي خالص. في ناس بتحط زيت وفي ناس بتحط ملح بس وفي ناس ما بتحطش حاجه، بس هي حطت نطره ملح كده خفيفه عشان برضو الميه ما تكونش دلع ولا كده، يعني نطره خفيفه خالص في الميه. لكن ما تحطش بقى زيت علشان مثلا اللي هو ما يعجنش معاكي او يهرتل معاكي كده ولا يبوظ الدنيا. هو بس نطرة ملح وعلى كده. طبعا هي زي ما انتوا شايفين كده، هي بتقطع الكرنباية كده من الراس، بتشيل الراس بس وبعد كده بتحطها على وشها كده، علشان مثلا بدل ما تحط واحدة بواحدة ولا كده، هي ما بتحطها على وشها بتطلع بقى واحدة بواحدة وتلاقيها اتسلقت معايا يعني بسرعة وبتنجز وقت. هي هتعمل 2، طبعا هتسلقهم زي اي سليق عادي خالص بنطرة الملح، وطبعا المية كانت مغلية كويس جدا. كانت بقى طبعا محضرة الشبت وكزبرة، وفي ناس بتحب البقدونس في المحشي، بس احنا ما تعودناش ان احنا ناكله بقدونس. ومحضرة بقى الطماطم بتاعتها، وبالصلاة على النبي كده كانت صاحية من بدري. حتى الطماطم كانت منضفاها وكانت غسلاها، والبصل كانت منضفاه وكانت غسلاه ومروقة الدنيا، على اساس بس ان هي تخرط وتنضف وتطبخ بس. فالمهم صحيت لقيتها طبعا عالتكة بس كده ومظبطة الدنيا. يعني بصراحة الفيديو بتاعها بتلاقوا كده متظبط والدنيا مترتبة كده والجو هادي، واعصاب الفيديو كده هادية خالص، اللي هي بتبقى مرتبة الحاجة من قبلها والدنيا تمام وعاملة حسابها وكده. طبعا اهم حاجة في المحشي دوت، يعني بصوا بقى، ولا تقولولي محشي بتاع بره ولا محشي بتاع مين ولا محشي بتاع مين، لا يعلى على المحشي بتاع ماما. اهم حاجة طبعا في المحشي يعني اي حد يعمله اللي هو القرنين، التوم قولوا معايا، والفلفل، فلفل الاخضر وشوية ملح، وتدقيهم كده مع بعض وتحطوهم في المحشي كده في تسبيكة المحشي. دول اهم حاجة في المحشي واهم حاجة في اللي احنا بنعمله ده كله. بصوا بقى، هي هتعمل جنب المحشي دوت هتعمل جنبه فراخ. الفراخ بقى اللي انا كنت منضفاها، السبع فراخ، السبع فراخ اللي انا نضفتهم لوحدي. هي طلعت منهم 3، لما انا قلت لكم ال3 دول هيطلعوا طلعت منهم 3، وهي طبعا بقى قطعتهم لان انا كنت سايبهم لها سلام. يا دوبك بس نضفتهم وروقت الدنيا عليهم وحطيتهم في الجردل الاخضر عشان يتنقعوا. صح ولا مش صح؟ فال3 دول بقى هي هتعملهم مع المحشي بتاعي النهارده. طبعا هي قطعتهم 3/4 كده وظبطت الدنيا يعني وروقت الدنيا. خلاص هنا كانت سلقة الكرنب، وطبعا المستكة اللي هي كان بتوريها لكم ديت، عارفين انتوا العينة ديت الحبايتين دول ب20 جنيه، فهي اللي مصدومة يعني، فبتوريكوا الحبايتين اللي هي جايباهم ب20 جنيه. في مستكة تانية بس من رخيصة، بس برضو ما بتعملش ريحة ولا بتعمل طعم كده، هي بس من الغالية بيبقى نطرتين حاجة بسيطة خالص وبتعمل مفعول. فهي حطت بقى مستكة وحطت حبهان، معلش، وحطت يعني نص معلقة كده من السمنة عشان تسيح بس المستكة والحبهان، ونزلت بقى بالفراخ. طبعا بتكون فراخ مغسولة كويس جدا من تحت كده الجلد والدنيا تمام، عشان مثلا ما يكونش فيه دم ولا كده. وتحط بقى البصل والطماطم، وماما بقى في الحتة ديت بتضايق قوي 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 كمان، لان هي بتحط قرنفل. قولوا معايا اسمها قرفة، قرنفل
قرفة، بتحط قرفة مطحونة بتحطها. طب ليه بقى بتحطها؟ هي بتحطها مثلا في بط، في فراخ، في اي حاجة، بتقولك بتشيل الزفارة، وانا بصراحة ما بحبهاش. فهي بقى بتقوم حطاها، هي بيبقى ليها ريحة يعني حلوة، وبيبقى بتشيل الزفارة وكده، بس انا ما بحبهاش ولا بشربها ولا حتى في الاكل ولا اي حاجة خالص. وحطت بقى نطرة فلفل اسمر وغطت عليهم يتشوحوا مع بعض. نيجي بقى هنا كده على المحشي. المحشي طبعا بيعوز بصل كتير جدا جدا، يعني بصي على قد ما تقدري كده اعملي بصل. هي طبعا كانت عاملة حسابها وعاملة بصل كده من الصبح ومروقة على الدنيا يعني. عمل بصلتين كبار، وطبعا بتحمريهم كويس جدا، اللي هو ايه، يكون لونهم بني بني غامق. في ناس ما بتحبش مثلا اللي هو يبقى اللون البصلية غامق شوية، يكون فاتح، مفيش مشكلة. فالمهم ايه، بتحمريهم كويس جدا، وبعد كده بقى بتكوني مجهزة الصلصة بتاعتك بتنزلي بيها طبعا على طول. وبعد كده ايه، بيكون الثوم وبيكون الفلفل مدوقين كده، برضو بتنزلي بيهم. هي حطت معلقة واحدة بس، طبعا على حسب برضو الكمية اللي معاكي. هي حطت معلقة واحدة، ويعني ايه استكفت بمعلقة. وبتكوني برضو مجهزة الفلافل بقى، اللي هي الفلفل الاسمر والكمون والملح بقى والبهارات بتاعتك كلها، وتحاولي ان انت تبهري بقى الصلصة. وبيكون كده الكرنب معاكي مسلوق وجاهز، والصلصة بتكون مسلوقة ايه مش عارفة مالي كده. والصلصة بتكون اتسبكت واتبهرت والدنيا تمام. والفراخ بتكون بتتشوح يعني، او بتكون مثلا دخلت في السوا يعني. بصي في كذا حاجة يعني، احنا دلوقتي في 3 حاجات. هي طبعا لقت الصلصة كتير وكده، فطلعت منها يجي حوالي طبق ولا طبقين، وعملت منهم بامية، يعني استنفعت بيهم، يعني ما حطتهمش كده ولا كده، لا ده هي استنفعت بيهم. والرز طبعا بيكون مغسول. في ناس ما بتحبش الرز بتاعها بيكون مغسول، يعني انا عندي اخت ما بتحبش الرز يكون مغسول، بتطلعه كده مثلا من الكيسة وبتقوم حاطاه في التسبيكة بتاعة المحشي على طول. لكن ماما بقى عندها وسواس، اللي هو ايه، ممكن يكون في عفراية تراب في اي حاجة، فهي لازم تغسله. حطت بقى هنا برضو توم، وحطت الدقة اللي هي الهريسة اللي هي بتعملها ديت، وفلفل اسمر وكمون بقى، ودلعي حياتك دلعي المحشي بتاعك. وطبعا بقى هنا الشبت الكزبرة اهم حاجة برضو، فهي بتحب تكون شبت الكزبرة يكون كتير، وبالذات في المحشي، فهي توسط يعني. هنا بقى التسبيكة زي ما انتوا شايفين، دي التسبيكة بقى اللي تقولوا عليها تسبيكة، دي اللي تسمى تسبيكة بجد. يعني بصوا، ولا منها عاملة كده ولا كده، لا ده هي القوام بتاعها حلو، واللون بتاعها كمان حلو. هنا بقى طبعا خرطت جزراية وخرطت بصلاية وطماطماية وفلفلاية ودلعت الدنيا يعني بمعنى اصح. ونزلت بقى ايه، فرشت القعرية كده بتاعت الحلة بكرنب، بكرنب اخضر كده، اللي هو يكون يستحمل يعني. وبعد كده فرشتها برضو بالبصل وبالطماطم وبالجزر وبالفلفل وبالحاجات دي كلها، فرشت الصينية الحلة بيها. وبعد كده ايه، صلى على النبي يا جماعة وبعد كده بقى تبدأ ان هي تلف بقى الورق بتاع المحشي، بتلف عادي خالص. بس بقى في المبتدئين وكده ممكن الصابع منهم يتفك تاني، كان بيحصل معايا وكان بيتفك يعني ايه، عادي، مرة على مرة لحد ما تجربي والدنيا تبقى معاكي تمام. كنت الاول لما باجي اعمل محشي، كنت ايدي ديت كلها كانت تلاقيها كده مليانه من التقليه ومن الرز والدنيا. اخواتي كانوا يفضلوا يضحكوا عليا، ماما كانت تقول لهم لا اسكتوا، دي كل تعليم ليها، ولما تكبر هتلاقيها اتعلمت وبقت احسن من انتوا بتعملوه كمان. والحمد لله يعني لحد دلوقتي يعني بحشي، والحمد لله يعني ممكن كنت اقوم بالعزومه دي كلها. فهنا بقى كانت ماما خلاص المحشي كان استوى والدنيا بقت تمام، وطبعا مظبطه بقى الاتيكيت بقى بتاعها والتاتش الاخير دوت اللي هو انتوا فاهمين بقى. فالمهم بقى هي ظبطت الدنيا وكمان حمرت الفراخ. اتمنى النهارده الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم انتوا خلعينا باللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم.